النهارده معايا الجيل الجديد من سلسله الريدمي في مصر، الريدمي نوت 14 برو المختلف كليا عن السنه اللي فاتت. الشكل والماتيريال والديزاين والخامات والشاشه كل حاجه جديده، فانا كنت متحمس جدا ان انا اوصل للموبايل ده. تم الاعلان عنه في الصين تقريبا من اسبوع، بس يا باشا قدرنا نوفره. ولو عايز تعرف تشتري الموبايل ده منين وبارخص سعر، تابع معايا الفيديو للنهايه وهعرفك. ما رضيتش اعمل له انبوكسنج، قلت نعمله انبوكسنج سوا ونشارك التجربه مع بعض. اعمل لايك كده للفيديو، روق على اخوك بكومنت، واستنى اخوك كبير البلس جاي في الطريق. توكل بقى الله كده ونشوف كده البطيخه دي في ايه. زفلط. خلاص بقى الكفر النظيف الجلد ده احسن من الكفر الشفاف اللي بيصفر بعد شويه. لا رايق بصراحه، وواضح قوي السيمتريه ان الكاميرا بقت في النص بالظبط، فيبقى شكله رايق جدا. شاحن 45 واط وده اقل من السنه اللي فاتت، ودي الحاجه الوحيده اللي زعلتني تقريبا. كل الموبايل مختلف واعلى من السنه اللي فاتت ما عدا الشاحن. كمان دي النسخه اللي بظهر من الجلد. اللون رايق يا جدعان، ايه اللون ده؟ كمان الظهر كده عشان من الجلد فمفيش بصمات وملمسه رايق جدا. في العادي ما بحبش اللون البيربل، بس اللون ده جامد. والشاشه اللي بقت كيرفد من الحواف. شكل يا جدعان موبايل ومسكته رايقه جدا، مع ان نفس الحجم بتاع الشاشه بتاع السنه اللي فاتت، بس ماسك الموبايل اسهل بكتير واصغر عشان الحواف بقت منحنيه او مجبوبه كده على اطرافه. طبعا بنفتح بقى الهايبر او اس. طب نعمل بقى سيت اب سريع للموبايل واجيلك. خلصت السيت اب للموبايل وخلصت كل حاجه ونزلت كل حاجتي، وتعالوا اقول لك على اول كام حاجه لاحظتها. بس انا ملاحظ انت لسه ما عملتش لايك. لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك. اول حاجه مسكه الموبايل بقت مختلفه عن الجيل اللي فات. المسكه سهله، الموبايل خفيف، تقدر توصل لحوافه بكل سهوله عشان الموبايل بقى انحف ارفع، مع ان نفس الشاشه اللي مستخدمينها السنه اللي فاتت، بس عشان بقت كيرفت او منحنيه مع الاطراف. جامد جدا في المسكه وسهل جدا في الاستخدام. كمان كل الحواف مشطوفه، فالموبايل وهو في بطن ايدك كده يعني مش مضايقك خالص، مش حواف حاده او رخمه كده وتبقى ممكن توجعك لو انت بتستخدم موبايل كتير. الخامات والماتيريال بصراحه جامده جدا. صحيح هو ظهر من البلاستيك بس عليه طبقه من الجلد. كمان طوروا جدا معماريه مقاومه الميه والغبار، على عكس الجيل اللي فات في ال 13 برو اللي كان اخره اي بي 54 اللي هو مجرد بس مقاوم لرذاذ الميه، اللي هو طرطشه الميه لو جت عليه. الموبايل ده مقاوم من الميه معماريه اي بي 69 كي، اللي هو الموبايل يقدر يصمد لغايه عمق 2 متر تحت الميه لمده 24 ساعه. ده تطور كبير جدا في فئه الريدمي نوت. اصلا اول مره نشوفه ان الفئه دي او الفئه اللي هي تعتبر اقتصاديه، بس هي ارقامها وسعرها ما بقاش اقتصادي دلوقتي، بس هي اصلا الفئه الاقتصاديه عند شاومي ان هي بقى مقاومه ميه زي دي موجوده في الفلاج شيبس، فجامد. تاني اجمد حاجه الشاشه يا جدعان جامده جدا. نفس الشاشه كحجم 6.67 انش، نفس النوع اموليد، ونفس التردد 120 هرتز، وبتدعم الاتش دي ار 10 بلس، وبتدعم الدولبي فيجن، والكلام ده نفس الموجود اللي في الشاشه بتاع السنه اللي فاتت في ال 13 برو. ولكن الجديد المره دي ان الشاشه دي سطوعها بيوصل ل 3000 نتس، على عكس السنه اللي فاتت كان اخرها 1400 نتس. الشاشه يا جدعان في حته ثانيه، شاشه جامده جدا. كمان موضوع الكيرفات ده، انا بحب شاشه كيرف، مخلي الموبايل شكله شيك جدا. الحواف تعتبر نظريا او نسبيا مش كبيره. الكيرف كمان بتاع الشاشه لو لاحظت وركزت مش هتلاقيه مكمل لغايه الجنب بتاع الموبايل، وده يمنع اللمسات الخاطئه اللي تيجي بالغلط من بطن ايدك، ودي حركه كويسه جدا بصراحه. يعني انا هشجع الحواف في حركه زي دي. وطبعا علشان السيمتريه فهي نفس حجم الحواف اللي لافف حوالين الشاشه، فانت هتحس الموبايل كله شاشه اصلا وفي سيمتريه كده، فانت مش حاسس بموضوع الحواف اصلا، ولا مفيش حواف كده كده. بالاضافه للبانش هول الصغيره، فالموبايل بصراحه كديزاين بيرفكت. ده غير طبعا السيمتريه بتاع شكل الكاميرات اللي من ورا اللي بقى في النص وعاملينه 4 كاميرات، نفس الديزاين بتاع سلسله الشاومي 14 اللي هي السلسله فلاج شيب عن شاومي. كل الحاجات دي مخليه الفئه دي بقت نطت في كاتيجوري ثانيه خالص. هي كده كده نطت في كاتيجوري ثاني كسعر، فكانت محتاجه تنط في موضوع الشكل والفيتشرز والمواصفات اللي فيها. وتاني اجمد حاجه المعالج اللي بقى دايمنستي 7300 الترا ال 4 نانومتر، على عكس السنه اللي فاتت السناب دراجون 7 اس جين 2. عامه المعالجين بنفس المعماريه، بنفس دقه التصنيع، بنفس التردد، وان كان 7300 الترا اعلى شويه في التردد في الانويه القويه بحاجات بسيطه، بس الاداء جامد. الموبايل طاير بطريقه مش طبيعيه. طبعا عشان الشاشه 120 هرتز والمعالج سريع، وعندك 12 جيجا رام. دي النسخه اللي معايا مع 256 جيجا. الموبايل سريع جدا، بالاضافه طبعا لواجهه شاومي الجديده الهايبر او اس، مخليه الموبايل خفيف جدا. يعني فعلا موبايل سريع، مش عارف اوصفها لك ازاي غير هو سريع مش بيهنج، مفيش جليتشات لاحظتها، فده عظيم جدا. انا مش عايز حاجه تانية من الموبايل اكتر من كده. وطبعا كالعاده اخدت جيم ببجي جامد فحت جدا، والاعدادات هنا والكواليتي تقدر تلعب على اتش دي ار مع الترا فريم ريت، او تخلي الكواليتي على سموث وتلعب على اكستريم فريم ريت اللي بيوصل ل 60 فريم. ال 60 فريم ثابتين، مفيش دروب في الفريمات. اللعبه كانت شغاله بصراحه يعني تحفه. بالاضافه للدول سبيكر، وصوت الموبايل ده عالي جدا وبيدعم الدولبي اتموس. انا قاعد متمزج، بص انا عايز اخلص الجيم وعايز العب تاني، بس اللي هو لولا الوقت. وعملنا احلى 15 كيل حلوين جدا، بس للاسف في الاخر مت بسبب الزوم. هسيب لك كده كام كيل منهم اتفرج عليهم. مريح بقى.
شوف المدعكه اللي هناك دي بقى. ايه ده؟ جبتك في الهواء. حرك لذيذ. لقطتك. جبتك يا ولد. بس شوية. التاني ده فين؟ خد يا ولد. صاحبه جري. ندخل على تالت حاجه اتغيرت عن السنه اللي فاتت، وهي الكاميرات. الكاميرا الاساسيه دلوقتي بدل ما كانت 200 ميجا بكسل فتح العدسه f 1.7 اللي كانت موجوده في الريدمي نوت 13 برو، دلوقتي بقت 50 ميجا بكسل بفتح العدسه 1.5. الكاميرا الالترا وايد زي ما هي والكاميرا الماكرو زي ما هي. الاختلاف برده الثاني كان في الكاميرا السيلفي، ان دلوقتي بقت الكاميرا السيلفي 20 ميجا بكسل مقابل 16 ميجا بكسل في الموديل بتاع السنه اللي فاتت. الملخص تجربه التصوير عامله ازاي؟ تجربه التصوير جامده جدا بصراحه، وتقدر تعتمد عليها بشكل كبير. الموبايل بيطلع صور حلوه جدا، ده على مستوى التصوير الداخلي او الاندور اللي انا عمال اصوره هنا. ملخص النتائج سواء في السيلفي او الكاميرا الخلفيه، الصور حلوه جدا، شارب، فيها تفاصيل، البورتريه بيتعزل كويس، الالوان حلوه، فيها تفاصيل كتير، فتجربه التصوير تقدر تعتمد عليها. ده الملخص يعني. من الحاجات برضو اللي اتغيرت وفرقت عن السنه اللي فاتت وهي البطاريه. البطاريه هنا بقت 5500 ملي امبير مقابل 5100 ملي امبير السنه اللي فاتت. طيب زودنا بطاريه معروفه، نعمل ايه بقى؟ نقلل شاحن. يعني هي علاقه عكسيه. الشاحن الموجود دلوقتي في العلبه زي ما انت شفت في الانبوكسنج 45 واط مقابل 67 واط في الموديل بتاع السنه اللي فاتت، فلو احنا زودنا لك بطاريه بس قللنا شويه في الشاحن. عارف الم البنطلون الجاكيته ضربت. 45 واط طبعا هو مش قليل، يعني هو كويس مش وحش، وكده كده 5500 ملي امبير هتفضل تستخدمه طول اليوم وهيبقى معاك حبه كمان. فانت دايما هتشحن الموبايل وانت نايم، فكده كده مش هتحس بسرعه الشحن سواء 67 او 45 المفروض، يعني لو انت من الناس اللي بتشحن بالليل يعني زي كده. طيب الحاجات بقى اللي ثابته وما بتتغيرش دايما في الدي ان اي بتاع شاومي، طبعا زي ما قلت لك دول سبيكر او ستيريو سبيكر موجود، الانفراريد بورت موجود، تتحكم في اي جهاز عندك بريموت من خلال موبايلك. كمان اللي ملاحظه ان مش مايك بس واحد، ده في مايكين فوق وفي مايك من تحت، فاكيد صوت المكالمات هيبقى بيرفكت. بصمه تحت الشاشه التراسونيك طلقه، يعني بص يعني انت بس المس الموبايل اللي هي بتفتح على طول، ولا بقى بتقول لك بقى ما اعرفش المس الموبايل التاني ولا الجو ده ولا بتعلق. بص سريعه جدا، ودي من الحاجات المميزه بصراحه برضو اللي بتعرف تعملها شاومي. بصمه ممتازه. السنسورات بقى عندك جايروسكوب سنسور موجود عشان تلعب ببجي براحتك، بوصله موجوده وشغاله برضو كويس جدا. بروكسيميتي سنسور للاسف ما فيش هاردوير، هو سوفت وير، ما فيش مدخل 3.5 مللي ومش هتعرف تستخدم ميموري كارد. فعلا الموبايل ده مختلف عن سلسله النوت اللي احنا شفناها في السنين اللي فاتت كلها تقريبا. موبايل سريع جامد، ديزاين، ماتيريال، كاميرات، بروسيسور، يعني بص باكج كامله متكامله. هتشتري بقى الموبايل ده منين؟ تلاقي عند بتوع المستورد، هسيب لك الصفحه بتاعتهم تحت الفيديو في الوصف. بصراحه هم بيوفروا موبايلات بسرعه جدا باسعار ممتازه جدا. الموبايل ما كملش اسبوع اعلان عنه في الصين بقى عندنا في مصر خلال كام يوم، فهم بصراحه ممتازين. وتقدر كمان تبعت لهم اي موبايل انت محتاجه من اي مكان في الكوكب هيوفروا لك بكل سهوله. هتلاقي لينك الصفحه بتاعتهم تحت الفيديو في الديسكربشن. ولو عجبك الفيديو ده يا معلم ما تنساش تعمل لايك، واستنى بقى الفيديو بتاع اخوك كبير اللي انا مش متحمس له بشكل كبير قوي زي ما كنت متحمس للنسخه البرو العاديه، ويمكن التغييرات اللي اكتر كانت في البرو. بس استنى فيديو المراجعه برضو والتجربه بتاع البرو بلس، فما تنساش تعمل سبسكرايب عشان نشوف الفيديو اللي جاي، واشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.